معاك ايباد او بتحب الرسم او حتى نفسك تبدأ في الرسم، فانت اكيد سمعت عن برنامج اسمه بروكرييت. في الفيديو ده هنتكلم على كل اللي انت محتاج تعرفه عن برنامج بروكرييت للايباد، مميزاته وواجهته وادواته، وهل هو تستاهل ان انت تشتريه اصلا ولا لا. خليك معايا. البروكرييت هو تطبيق رسم رقمي مخصص للايباد، سواء كنت رسام مبتدئ او محترف. طبعا بيتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الاداء، وخصوصا لو طبعا معاك الابل بنسل. انا شايف ان هو 460 ميجا ده يعتبر عاديه. طبعا بيسبورت اللانجوجز كلها المتاحه. متهيألي برضو بيتسبورت العربي، يعني لو شفنا هنلاقي الانجليش والعربيك. في برضو عربي ان انت تقدر تستخدمه باللغه العربيه. طيب اول ما بنفتحه البروكريت هيفتح لنا بالشكل دوت. دي انا كنت بروجكتس كنت عاملها. بيجيب لك هنا الريسنت بروجكتس. اول هنا بيظهر عندنا هنا البلس دي. لو انت هتعمل بروجكت جديد، هنا بتختار السايزات كلها المتاحه بالنسبه لك. تقدر انت تتحكم هنا، او لو انت عاوز سايز محدد معين بتدوس على البلس اللي فوق دي، هتختار السايز اللي انت عاوزه. هنا بالنسبه للفوتو بتدوس عليها هيفتح لك الصور. بتدوس هنا على الامبورت لو انت عايز تimporт فايل، هي من على الفايلز. طبعا السلكت انت بتسلكت البروجكتس اللي موجوده حاليا يعني. وده هنا البروكريت بندوس عليها بيدينا الفيرجن بتاع البرنامج الحالي. طيب تعالوا نكريت نيو كانفاس. تعالوا نتعرف على اول حاجه، وهي الادوات والفرش اللي موجوده في البرنامج. في بروكريت في مكتبه ضخمه جدا من الفرش. تقدر ان انت تختار ما بينهم الفرشة اللي انت يعني عايز تنزلها او تشتغل بيها. تقدر برضو تختار اللون، تظليل، التأثيرات بتاعة الفرش نفسها. وكمان تقدر تحمل فرش جديدة. يعني انا هنا عندي اللي فوق دول من اول هنا لغاية دي هنا، انا دي حاجات فرش انا محملها، فبيديها لك بالشكل الايكون دي. دي ايكون دي معناها ان دي انت فرشه محملها من بره البرنامج. تعالوا مثلا هنا لو جينا في فرشه معينه، انا مثلا عامل فرشه الكلاود دي، فجينا نختارها. هنا لو دوست على الفرشه كده انت اخترتها، لو دوست مره كمان هتخش على الايديت بتاعها. ده ان انت تقدر تتحكم في كل ده للبرش دي بس. وتقدر انت هنا تجرب ان انت البرش، لا انا عاوز ازود السبيسنج. لو جينا نزود هنا بصوا هنلاقيه بيغير معانا هنا دي الجيتر، تباعد وما الى ذلك. بنشوف اون تايم يعني. وخلينا مثلا نجربها هنا كده. هنقول مثلا هنخليها باللون الازرق مثلا، السماوي ده كده. ولو دوسنا كليك كده عمل السما دي بالشكل دون. سما بسيطة كده بالبرش اللي انا منزلها اصلا. دي مش اساسية في الجهاز، انا منزلها من موقع اللي هو الانفاتو. تقدر انت تعمل لها رينيم، تديليت، تشير، تدبليكيت. طبعا هنا اصلا انا عايز اقول برضو ان انت هنا سكتش هنا على الورقه دي نفسها او البتاع الابيض دي نفسها، ده بيحسسك انك على ورقه بجد يعني. فده برضو شيء بيساعد على التخيل والتصور اكتر، بيبقى لذيذ يعني. طيب هنتكلم تاني حاجه على اللايرز وهي الايكونز دي احترافيه جدا، زي مثلا الفوتوشوب او البرامج اللي هي بتبقى كرييتيف يعني. وبتقدر ترسم كل عنصر في طبقة لوحدها. يعني مثلا لو جينا على اللاير دي هنا واحد، وعملنا مثلا الشكل دون، وجينا عند اللاير اتنين، ده كده 5 اشكال ب5 لاير انا اعملهم كل واحد منفصل عن التاني. تقدر ان انت تخفي اللايرز وتظهرها. حتة التحكم فيها زي طبعا انا برضو تقدر ان انت تعمل لها الماسك. تقدر تعمل برضو الكليبنج ماسك، اللي هي الحته اللي في الفوتوشوب دي، وتقدر انت تحركها. وفي هنا الانيميشن اسيست او ادوات التحريك. الانيميشن اسيست عندنا هنا لو عملتها اون بيظهر عندنا هنا الشريطه اللي تحت دي خاصه بالانيميشن، واللايرز اللي موجوده فيها هنا دي اللايرز اللي عندنا فوق. يعني مثلا لو رسمنا شكل مثلا معين هنا كده، وجينا في اللاير اللي بعدها وجينا ندوس بلاي، بص اللي هيحصل. رسمنا انيميشن بسيط. يعني انا مثلا كنت عامل شوية بروجكتس خاصة برضو عندي في الشغل. في منهم دي برضو كان مطلوب حاجة زي كده في الشغل عندي. ده برضو عن طريق الانيميشن اسيست. عندي برضو كان هنا عملت الكور ارضية دي،
بالشكل ده. طبعا هي وهنا لو جينا بصينا على اللايرز كلها متقسمة ايه فريمات، لايرز منفصلة، وكل لاير فيه رسمة معينة، ولما تيجي تدوس بلاي هو بيرسمهم كلهم، بيعملهم كلهم كده بالانيميشن ده، فبيظهر بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. ده انا حاجات بسيطة يعني. طبعا انت ممكن تعمل حاجات برضو ايه اكتر واكتر لو انت طبعا بتعرف ترسم. العبد لله طبعا على قد حاله. فيعني بالنسبة بقى لسعر البرنامج ده تقريبا $13. طيب هل هو سعره مناسب؟ هل هو فيه مثلا باشتراكات شهرية انت بتدفع ال $13 دي مرة واحدة، تقدر ان انت تستفيد بالبرنامج على طول الابد، وكل الابديتس اللي بتنزل برضه بتستفيد بيها، وطبعا الجودة بتاعته ممتازة، سريع جدا، وطبعا مش عايز اقول ان هو كومباتيبل جدا جدا مع الايباد اللي بتاع ابل. طبعا لو استخدمته مع الابل بنسل برو طبعا هيبقى افضل، لان برو برضو فيه اوبشن كتير جدا. طيب هل البرنامج مناسب للمبتدئين؟ انا شايف لان انا واحد ما بيعرفش يرسم او ما عندوش ملكة الرسم اقل من العادي، كمان قدرت ان انا اطلع منه شغل وانيميشنز بسيطة ممكن، بس يعني عملت اللي عليه اللي انا كنت عاوز اعمله مثلا. فالبرنامج انا شايف ان هو لا يعني قيمة مقابل سعر. في النهاية ده كان حاجة بسيطة كده عن برنامج بروكرييت، وشفناه مع بعضينا ازاي هو برنامج سهل وسريع جدا لبتوع الارتس او المصممين. اللي عاوز يبدأ في الديجيتال ارت برضو ده متاح. ولو عاوزين اي تفاصيل بقى اكتر او عايزين براشز ممكن تزودوها في البراشز اللي موجودة اوريدي في البرنامج تنزلوها او كده، انا ممكن اعرض شوية براشز فري، ممكن تنزلوها من على الديسكريبشن تحت. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام عليكم.